السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. سوف أتحدث في هذه التفاسير بصيغة المذكر، ونفس التفسير للإناث، ولا يوجد تخصيص للمتزوجة والعزباء والأرملة والمطلقة. رأيت في حلمك قيح أو صديد يخرج من أذنك اليسرى أو اليمنى، هو أنك ستمرض إن لم تكن مريضا وقت رؤيتك للحلم، والأذن اليمنى واليسرى ليس لهم تفسير. أن ترى قيح خرج من أذنك اليمنى هو نفسه قيح خرج من أذنك اليسرى. ورأيت في حلمك قيح يخرج من أصبعك يتكرر عليك في المنام، تفسر على معاناة مستمرة، مثل بسبب مرض أو بسبب سحر. وعندما تحلم بك صديقتك يكون تفسير الحلم عليك مثل أن تحلم بك لبست فستان زفاف، فهو أنك ستتزوجين وليس صديقتك من سيتزوج. وهناك أحلام كثيرة، اكتبوها في التعليقات. هنا نصل نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.